كان عمر عبد الفتاح السيسي السياسي أقل من شهر حين خرجت صحفية شابة بمقال تعرب فيه عن استعدادها بل رغبتها بأن تكون جارية عنده إن هو أشار بغمزة من عينه. حفل المقال بتعبيرات مهينة للذات قبل أن تكون مهينة لكل المصريات، حيث لم تتورع الكاتبة عن الحديث باسمهن، فكانت تقول: نحن ملك يمينك. انتقد المقال، لكن قلة تمعنت في دواخل النفس التي يمكن أن تحرك مثل هذه الأقلام، وقبلها الأفكار المستغربة في مصر بل في العالم كله. المفاجأة أن ذلك لم يكن غير البداية. سيسي سيسي يا دكار، سيسي سيسي يا دكار. كبرت الظاهرة بالتزامن مع صناعة زعامة مضخمة ألصقت بالسيسي، وشملت إلى النساء رجالا فتحت أمامهم الشاشات والمنابر. مين بص للسيسي الوسيم الجميل وما حبوش؟ أنا عن نفسي أذوب عشقا فيه. بدأ الكل في لهاث صادم يبث مشاعر الحب وأحيانا الخضوع للسيسي، ويخاطبه كمعشوق أو حبيب، وقبل كل ذلك كرجل وذكر. وبالرغم مما تحمله تلك الأواصر من انحراف بالعلاقة السياسية السوية إلى حالات ملتبسة يقوم فيها الغزل مقام النقاش والبرامج والمشاعر المتأججة بدل الفكر السياسي، فإن السيسي لم يرفض هذا الانجراف الخطير، بل خاض مع الخائضين من مريديه ومريداته، وبلغ حدودا كان بعضها مهينا عندما حط من قدر المرأة المصرية، فتحدث عن انجذاب النساء بأحد مساعديه، ورد على هتافات المحبة من بعض مؤيداته بالقول إن ذلك سيشعل نيران الغيرة في بيوت الزوجية. هيبقى في مشكلة مع الرجالة بعد كده في البيت. بالرقص الجماعي والتباهي بوسامته المفترضة وتمجيد الرجولة بل الذكورة باعتبارها مرادفا للقوة والقدرة والنجاح، هي أكثر ما يعبر به التيار المناصر لعبد الفتاح السيسي عن نفسه، وهو ما يكشف ارتدادا فجا عن ثقافة العصر إلى استلهام أساطير الإغريق. وإن تكن هذه منحت التراث الإنساني أشعارا جميلة، فإن أساطير الحاضر المفتعلة لا تظهر غير بيادة فوق رأس أو هتاف معيب أو غمزة عين شاردة في صحيفة.